واخيرا اسدل الستار على المشهد العبثي بين المغرب والجزائر النهارده. للاسف الشديد المغرب لن تشارك في كاس افريقيا للمحليين المقامه في الجزائر. بعثه المنتخب المغربي فضلت تنتظر في مطار سلا في انتظار وصول تصريح دخول الجزائر، لكن التصريح لم يصل، فلن يشارك ولن تشارك البعثه المغربيه ولا المنتخب المغربي رابع العالم في كاس افريقيا للمحليين. العبث على كل المستويات. طبعا العبث في الاساس من عسكر الجزائر، وهذا الاداء المفترئ وهذا الاداء غير المقبول على الاطلاق بين الاشقاء. لا، مش مسموح للطيران المغربي يجي بطريقه مباشره، لا ده ما ينفعش. الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي يتوسط. طب اركبوا طياره وسيطه من تونس ومن تونس تيجوا مباشره للجزائر، اصل الطيران المغربي ممنوع من التحليق. ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ حقيقه عسكر الجزائر شيء غريب وعجيب، والله لا يختلف كثيرا اطلاقا عن عسكر مصر. والنظام المغربي والديوان الملكي كمان حب يستغل اللقطه، وهو عارف ان الفرقه مش هتسافر، وراحوا يستنوها، خلاهم يستنوا في مطار سلا. قال ايه يجي التصريح وما جاش التصريح. في النهايه مشهد عبثي لا يليق. سنه 23 شوفوا يا جماعه اوروبا ازاي الحكايه فيها الناس بتروح وتيجي وكان بينهم بحيرات دماء. ده احنا اللي بينا واللي جمعنا كتير جدا جدا جدا. ايه العبث ده وايه اشغال الناس؟ الجزائر بتعمل اللقطه والمغرب بتعمل اللقطه، والثمن هي الشعوب والعلاقات بين الشعوب. المشهد ده كمان العجيب جدا هو تعليق الزميل العزيز حفيظ دراجي، اللي كان مؤيد للحراك الجزائري واللي كان عارف وما زال بكل تاكيد قد ايه يعبث العسكر في الجزائر بالجزائر، انه كتب بوست جاب كل الحق على المغرب ولا كلمه على عسكر الجزائر. قال ايه؟ ليه الاشقاء ضيعوا نفسهم فرصه وما ركبوش الطياره الوسيطه وعملوا ايه؟ يا الزميل العزيز، انت عارف تماما سيد حفيظ ان الخطا الاكبر من عسكر الجزائر. الخطا الاكبر من عسكر الجزائر. الاثنين بيستغلوا اللقطه، الاثنين غير مقدرين اطلاقا لخطوره محاوله اشعال الفتيل اللي لو اشتعل ربنا وحده اللي عالم مين اللي هيقدر يطفيه. شعبين بينهم كل اواصر الحب والنسب والارتباط والاداء. ايه الاداء الحقير ده؟ ايه الاداء الحقير ده؟ لا عزاء لاي حد في هذا المشهد على الاطلاق، لا عزاء لاي حد، لا عزاء للجزائريين وعسكر الجزائر اللي حطوا العقده في المنشار، ولا عزاء للحكم الملكي المغربي اللي حب يستغل المنتخب وركنه في سلا عشان يعمل بيه اللقطه على الجزائر. طب يا سيدي شكرا للجزائر نفذت كلامها على المغاربه، وشكرا للمغاربه عملوا اللقطه انه الجزائر ما سفرهمش، وتدور روح الامه ما بين العاب صبيانيه واخدينهم في حارات وسكك لا قبل لهم بها. واحنا لا تستحق الشعوب العربيه ولا يستحق الشعب المغربي والجزائري هذا الاداء على الاطلاق بصراحه.